هو العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام، ويكنى بأبي الفضل، خامس أولاد الإمام علي وأول أولاد أم البنين. كان في حادثة كربلاء حامل لواء جيش الإمام الحسين عليه السلام، وكان يجلب الماء من نهر الفرات. رفض كتاب الأمان من عبيد الله بن زياد، أنه كان في الحرب ويرفض الأمان لأنه كان رمزا للأخوة، وقد قتل في كربلاء مقطوع اليدين مفضوخ الرأس بعمود من حديد. وكان النخل من المشاركين في قتله، لأنه كان يكمنون له وراء النخيل. لا يستطيعون مواجهة الإمام العباس، وهو رمز للأخوة والوفاء. هذه أسئلة. نعم. وهذا سؤال مبهم. نعم. أنت راح تفتح السؤال. نعم. تريد تجاوب الخير وهلا، ما تجاوب تعطيني أي موقف صار عندك بواقعة الطف في الطفيل. نعم. موفق إن شاء الله. إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قدمت للإمام الحسين؟ نعم. جاوب. أجاوب. جاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى أصحابه وأولاده وعلى أخيه بالفضل العباس قمر العشيرة وعلى أخته الحوراء زينب. نحمد الله ونشكره على أن رزقنا هذه الخدمة، ونحمد الله ونشكره بأن أوسعنا بهذه الخدمة وبهذه المنطقة الأصيلة والعريقة بشيوخها ووجاهها والناس اللي مقدمين هذا العمل طبعا. نعم. نعم. السؤال يقول ماذا قدمت للإمام الحسين؟ احنا ما نعتبر نفسنا طبعا إلا فد شيء بسيط، يعني خدمة. نعم. ونقدم اليوم وباكر وعقبه ولا أبعاد السنين احنا وأطفالنا. وكل احنا فدوة للحسين وما تركتك يا حسين. حياك الله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. اليوم نقف إجلالا وإكراما للإمام العباس عليه السلام في ذكراه في هذا اليوم من برنامج ما تركتك يا حسين، مباشرة مع خادم الإمام الحسين أبو زينب الذي تقمص دور الإمام العباس عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، موفقين إن شاء الله. شكرا لدعوتكم، شكرا لحضوركم. نسأل الله أن يوفقكم بحق محمد وآل محمد. حياك الله والله يحفظك. حيا الله أصلك. وسام حسن الطفيلي، العمر 38 سنة. طبعا هو خريج متوسطة، مو فنان، ولكن حب الإمام العباس عليه السلام يذوب في قلبه. تحدث لي عن الدور الذي تقوم فيه في هذه الواقعة الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شخصية الإمام العباس سلام الله عليه شخصية بارزة. نعم. الثقل الكبير في المعركة، حامل لواء الحسين أكيد. نعم. 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 عمود خيمة الحسين. نعم. أول تالي هو التوفيق الله سبحانه وتعالى والإمام الحسين طبعا. نعم. عندما نشأت أني بهاي المنطقة نسأل الله أن يوفقها لهذه الخدمة، وهذه الخدمة مو هينة طبعا. نعم. كنت أني يعني عبارة عن شيء بسيط بالواقع، أمثل بس ليس الشخصية مال الإمام. نعم. أمثل يعني عن طريق عدد بالجيش. نعم. أو شباب من المنطقة. وبعدما انطرح علي هذا السؤال من قبل الأخوة نعم المؤسسين طبعا، نسأل الله أن يوفقهم. يوفقك إن شاء الله. الله يحفظكم. حياك الله. ظلت بيني وبين بالي بأن شخصية مو هينة طبعا بصراحة. نعم. فأني الحمد لله والشكر الله وفقني ودخلت بهذا الواقع. نعم. ما تركتك يا حسين. الله. شيء عظيم طبعا. نعم. ويجري بعروقنا احنا واطفالنا وعوائلنا. نعم. ومنطقتنا. نعم. اي وكل من سعى بهاي الواقعة من وجهاء وشيوخ. نسأل الله أن يرحم اللي كانوا ويانا من صاحبين الأرض من الممثلين ونور على قبورهم. ونسأل الله الحفظ والعافية للقائمين طبعا بهاي الواقعة. نعم. حياك الله. كرامات للشخص الذي يمثل الدور اللي يتعب عليه. طبعا أكيد، لأنه أكو اتصال روحاني
نعم. مع الشخصية. ما هي الكرامات التي حدثت اليوم لأبو زنوبة الحبيب؟ الله يحفظه. نعم، الوجه المحبوب والوجه الفليح طبعا، والله الكرامات طبعا شيء ما ينوصف. نعم صراحة. نعم. يعني الإحساس من أنت تحس به بالواقعة شيء كبير. الله. وبعد ما سقط الإمام العباس، نعم. الإمام العباس لحد ما سقط لم يقول للإمام الحسين أخي، يقول له سيدي. الله. عندما سقط صاح أدركني يا ابن أمي ووالدي. أخي يا حسين أدركني. شيء ما ينوصف يعني بصراحة، شيء غريب. نعم. يعني أنت تحس بأمور ما أقدر أنا أحكي بيها بصراحة. الله. ما أقدر أنا أحكي بيها. طبعا هو سيد الماء. هذه طبعا رسالة إلى أهلنا، إلى الأخوة، أن يقتدوا بقضية الإمام الحسين. الأخ اليوم لا يزعل أخوه على مود موضوع بسيط جدا. اليوم كل واحد خلي ينكر ذاته. اليوم احنا الله سبحانه وتعالى خلقنا من أم واحدة وأب واحد. اليوم خلي قدامك الإمام الحسين قدامك والإمام العباس. شوف الموقف اللي صار. احنا من نمثل واقع، ما نريد نمثل ونطلع نروح لهنا. صحيح. ابو زينب. صحيح. اليوم احنا نريد نمثل، تكون الناس تاخذ العبره. صحيح. العبره من هذه القضيه اكيد يعني. اي والله نتمنى يعني من الناس من تتبع هاي الامور. نعم. مو اليوم هذا شهر رمضان. اليوم مبارك. افتح بابك، افتح قلبك، افتح روحك. صحيح. افتح حياتك، ابدا من جديد. فعلا. قضيه الامام الحسين بابها مفتوح للكل. الشعائر. نعم. يا الشعائر بتوفيق بتوفيق. نعم. كرامات. نعم نعم. ونسال الله ان يحفظ هاي المنطقه وتكون جاريه على هذا المبدا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا يعني اكيد على اتصال ويا البراعم، ما نقدر نعوف البراعم، لان قضيه البراعم اليوم انت اللي يقول لك خذوهم صغارى، يعني اخذ الطفل يعني هو صغير حتى تعلمه. ليوتي حبيبي قد منا فد شيء ان اليوم من هذه قعدتنا مع الحبيب ابو زينب. الله يحفظك. نعم. حياك الله وجهي. نعم. السيدة زينب. نعم. يا لايم لا تقل القضب كفاه وكفيل على النهر مفتوح. الله. كفاه سهم عينه حساق الشوف كفه. نعم. شلون يشوف ضعن اخت سبيه. الله اكبر. قالوا لسه بها اليوم جد ماي وبلاكه في الحسافه صار. جد ماي درت صوب المدينه وصعد جد ماي تغسل حسينك تظل على الوطيه. الله اكبر. الله اكبر. نعم. شكرا حبيب الايوبي والله يحفظك. حياك الله. موفق ان شاء الله. اليوم قضيه زينب عليه السلام. سلام الله عليه. اليوم طبعا بعيده اكيد، يعني كل سنه اكو فد قضيه. نعم. السنه قضيه زينب عليه السلام من الصعوبه اليوم يوصل للعراقي. فعلا. اكيد احنا اليوم لازم هاي الشخصيه نعطيها حقها. فعلا. ابو زينب، انتم ببالكم واقعه الطف، شلون راح تعطون حق كل الممثلين وانتم بسطاء ودعمكم بسيط جدا؟ نعم. احنا بسطاء ودعمنا بسيط. نعم. وبس سبحان الله لازم تقبل القضيه. توفيق. نعم. يعني بالقضيه يكون بها توفيق. احنا نبدي فد شيء بسيط وبركات الله سبحانه وتعالى واهل البيت يصير عندنا شيء يعني ما متوقعينه نهائيا. الله العظيم. اكيد. نعم. اكيد. نعم. امنياتك المستقبليه اليوم؟ امنياتي ان يتم الامن والامان على عراقنا الحبيب. الله. وان يحفظ مرجعيتنا الرشيده. نعم. ورحمه الله على الساعين اللي كانوا. نعم. واللهم ربي يوفق الباقين. نعم. ونسال الله ان يحفظ ويمد بهذه الشعائر الى يومنا هذا. موفقين ان شاء الله. احنا اليوم ما دام قضيتنا مربوطه بالامام الحسين عليه السلام اكيد الكل موفقين. الكل موفق. ولكن احنا رسالتنا لهن. فعلا. رسالتنا اليوم لهن في الطفيل. نقول لهم يابا هاي قضيه الامام الحسين قضيه الكل. فعلا. اليوم احنا عندنا انسان ضحى في سبيل هاي العالم، في سبيل الكون. صحيح. لازم اليوم احنا نوصل رساله عن طريق يعني هلا ابنائنا. احنا ما شاء الله ورغم انه بساطتكم والله يحفظكم ان شاء الله. احنا ما نعم. نعتبر نفسنا الا خدام بسيطين طبعا ان شاء الله. الى ابعد الحد بخدمه الحسين. حياك الله. باقين الى جيل بعد جيل. كلمه اخيره. ان شاء الله ان يحفظكم وما قصرتوا ولكم جزيل الشكر.
وشكرا دعوتكم وشكرا حضوركم وشكرا كادركم الطيب. الله يوفقك. موفقين بحق الحسين. الله يبارك فيك، حياك الله. ابو زينب، نعم، هاي فوق، احكي لنا عن هاي. الشخصيه يعني هي الملابس شيب يعني. نعم. احنا مثل ما تقول يعني نجهز نعم اللي نقدر عليه. نعم. وبالنسبه للاشخاص اللي هم يمثلون بالواقع، نعم، نكتشف احنا الشخصيه عن طريق التدريب. نعم. ونحضر بالساحه كل يوميه من 1 محرم الى 10 محرم. حلو. نشيك الامور شلون يعني تتدرب الناس عن طريق التجهيز، عن طريق شو. حلو. فالناس ما مقصره يعني بهذا الشيء. نعم. ابد، ان شاء الله كل تقصير ما. كم سنه صار هاي عندك؟ اني تقريبا هاي السنه الخامسه امثل بهذا الدور. ما شاء الله. اي الحمد لله، الحمد لله والشكر. فقلت لك انا نشأت يعني عن طريق شيء بسيط. نعم. عدد عن طريق شباب من المنطقه، وكنا نتجمع بمكان نروح عدد ما بالجيش. وبعدها من طرح علي هذا السؤال من قبل الاخوه والمؤسسين. الله سبحانه وتعالى وفق بين هذا الشيء وكرامات الامام العباس، والحمد لله والشكر. نسال الله التوفيق لنا. احنا باقين ان شاء الله. باقين. وقضيه الامام الحسين راح تبقى الى مدى طبعا الذهاب الى ظهور القائم ال محمد. نعم. وال محمد. نقول له ما تركتك يا حسين. هاي رساله لمن تقولها؟ نقولها الامام الحسين. نعم. من قلبك اللي تطلعها. ما تركتك يا حسين. والرساله لمن مختومه باسم المهدي. نعم. من الان ما تركتك يا حسين. حياك الله. الله يحفظك. ما تركتك يا حسين قضيه مهمه جدا لكل ابنائنا، لكل اهلنا، لكل براعمنا، لكل خدامنا. هبت عاصفه والطفط حير، موت الفاجعه للحومه سير، عباس اللي كتشفى وتخير، رسم الخريطه قباله تغير، حربه وسيفه فنه وقوته زوده وعزمه حسين، قلبه وروحه نفسه وعينه اسمه ورسمه حسين، عباس كلهن إله شهدي يا كربلاء، عباس من يوصله وحده يطر الفلا، آية جبينة تبتدي بالحومة بسم الله. في ختام حلقتنا هذا، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. الحسين الحسين الحسين، ما تركتك يا حسين.